بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم مع أطايب حبيت نشارككم وصفة مثلجات أكريم ولا آيس كريم، كل واحد كيفاش يسميه. مع الصيف نحبوا ناكلوا الكريم، خير من نشروه من برا ب5000، يعني نخدموه في الدار بأقل تكلفة. والحاجة تاع الدار دايما تجي عندها واحد النكهة، خير من اللي نشروها من برا، وخير ما يروحوا ولادكم في القوايل هذيك مع الحوانت. اخدموه لهم في الدار خير وخير. نروحوا للمقادير. عندنا جبنه كسرونه درنا فيها 2 كيسان تاع فلون، انا اللي هنا استعملت فراني ولا الذوق اللي حبيتو ديروه. تفرغوها في الكاسه في الماء. غرفه الغليكوز هي اللي راح تعطينا هذيك التعليكه. الغليكوز ننصحكم انكم ديروه دائما في حمام مائي قبل ما تبداو تخدموا به، باسكو صعيب باش تجبدوه. المهم هو يلصق لكم شويه، بصح يعود في حمام مائي راهي تنحي لكم بسهوله. مغرف ديروها في الماء هذايا، ونروحوا ندوها فوق النار. تغلي لنا واحد نص دقيقه، واحد 30 ثانيه، وتغلي شويه برك ونحوه. نغطوه بالبابي فيلم ونديروه في الفريجيدير من تحت، ولا نديروه في الكونجيلير كنتم مستعجلين شويه. المهم ليسونسيال راه كي يبرد عليه الماء هذا الغليكوز هذاك يعطيكم واحد كشغل يجمد لكم هذه الخلطه تاعكم تجمد لكم. غطوها لهنايا بالبابي فيلم، درنا لها شويه معطر تاع عطر الفراوله. هذا شيء اختياري، لان الفلو ثاني تجي فيه النكهه. لا حبيتوا تزيدوا تعطروه، اذا ما درتوش ماشي مشكل. اللي هنا هاني جبتهم من الفريجيدار حتى يكبد معاكم هذاك الخليط، تلقوه شغل مكبد. جبنا معه وحده 100 غرام، يعني كاس نفسه اللي كيلت به الماء، كيلت به الشانتي. مكونات كما راكم تشوفوا ديال البنات بسيطه بزاف، يعني شانطي وحده فلو. دير لكم واحد الكونتيتي الله يبارك، العيال الكل ياكل منها بدل ما تشروها من برا يعني باسوام. وكما قلت لكم تلقاو حاجه هكا في الدار خير ما تشروها من برا. خلطوا الباتور ونباتوها حتى تطلع معنا الشانطي مليح. لاول مره جات القناه تاعنا، ما تدخلوش علينا بتفعيل زر الجرس، ما تدخلوش علينا بالابوني، ما تدخلوش علينا بالبارطاج، اكبر عدد من المشاهدات. هذه كما هكذا وقت وين تكون كاينه سخانه بزاف نجبدوه نلقاو ديجا جمد معنا، تقدروا تخلوه ليله كامله. لا حبيتوا تخدموا كيما اليوم في الليل وغدو الصباح تجبدوه. المهم يعني تحت 3 سوايع 4 سوايع، لا لازم من 4 سوايع، من 3 سوايع 4 سوايع والفوق. انا اللي هنا هاني جبت سخون معايا كيما راكم تشوفوا فيه، راهو طلق شويه بصح ماشي حاجه قراف. عاودوا ضربوه بالباتور، ونجيبوا الكورنيات نتاعنا هذوك نشروهم من المحلات، راهم متوفرين في المحلات. جبنا الكريم تاعنا هذيك، انا درت ذوق فراز لانني لهنايا راه متوفره في الاذواق، متوفره في المحلات تاع اللي يبيعوا حوايج الكاطو لوازم الكاطو. ها كما تشوفوا ديروا في لابوش تاعكم في كيس حلواني، ودرناه في لابوش او درناه في الاخر تاعنا، وزدنا عليه هذه اللمسه من الفوق، وتاكلوه بالصحه والعافيه.